هاي ناس تعاني من مشكلة الغازات وانتفاخ البطن. طبعا وهاي المشكلة كلش مزعجة. ليش؟ لأن تصدر أصوات غير طبيعية بالبطن، فنكون محرجين إذا كنا قاعدين بمجلس أو كنا قاعدين بمحاضرة. زين، لازم احنا نعرف شنو سبب هاي الغازات وليش دا تصير عندنا غازات، حتى شنو نعالج المسبب مالتها حتى نقضي عليها. زين، ليش يصير عندنا هاي الغازات وشنو اسبابها؟ اول شيء، اول سبب هو متلازمة القولون العصبي اللي يجي بسبب التوتر والقلق اللي احنا بيه. ثاني شغلة اللي هي سوء الهضم، يسبب لنا اصوات غير طبيعية بالجهاز الهضمي، او عندنا مشاكل التهاب امعاء او مشاكل بالجهاز الهضمي. ثالث شغله بعض الاطعمه مثل البقوليات هم كذلك تسبب لنا اصوات بالبطن. واحيانا حتى الجوع، يعني اكو انسان هو اصلا شهيته مسدوده على الاكل، ياكل شويه بسبب انه المعده فارغه، فتبدي تصدر اصوات قرقره واصوات غير طبيعيه بالبطن، وهذا الشيء مزعج. طبعا هاي اشهر اسباب الغازات والانتفاخ اللي يصير عندنا. اما بالنسبه لعلاج هاي المشكله فروحوا شوفوه بالفيديو الثاني. اللي عنده مشكلة فليكتب لي بالتعليقات، واللي يستحي يكتب بالتعليقات فيخلي يكتب لي بالخاص.